موقعين في نفس النيتش. الاول اقوى من التاني في الترافيك بعشرات المرات، التاني اقل منه بكتير جدا الا انه اقوى منه في الكواليفايد ليدز، النهايه السيلز. على الرغم من ان اسباب النجاح في الموقع الاقوى اكتر، الا ان سبب واحد بس مميز خلى الموقع الاضعف هو افضل في الاداء. السبب ده هو ما يسمى ب CRO او الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن. يعني الموقع الاضعف حقق التارجت السنوي في شهر واحد من اللونش، والموقع الثاني بيعاني الى الان ان هو يجيب كواليفايد ليد. الاثنين مستهدفين يوزر واحد، وهو الانجليش سبيكينج بيبل في امريكا وكندا والبلاد الغنيه. فالموقع الضعيف بيجي له الناس الكواليفايد من البلاد الكواليفايد، بينما الموقع القوي بيجي له الناس النون كواليفايد فروم نون كواليفايد كونتريز. طب ليه ده بيحصل؟ لان الاس يو بيجيب الفرصه، بينما اللي بيحولها لفلوس هو الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن او الكونفرجن باث في الموقع. يعني الموقع الاقوى معمول من الاخر زي كتاب ما بيقول، مختار له ايدج دومين ممتاز، في بيج اناتومي واضحه، في كيورد يونيفرس ممتاز، مبني على توتال ادريسبل ماركت اناليسيس كويسه، ووصل من 0 ل 3500 زياره في اقل من 6 شهور، وكذلك اكتر من مليون امبريشن في الشهر، وده من غير باكلينكس وبشغل متواضع شهري. بينما للاسف زيرو كواليفايد ليد، مفيش حد بيشتري. وده الاسباب اهمها ان المبرمج ما عملش تفاصيل السي ار او المطلوبه، وصاحب البيزنس شاف انها مش مهمه دلوقتي، وحاجات داعمه للكونفرجن زي السوشيال بروفس وغيره، الحاجات دي كلها للاسف ما تمتش بالشكل المظبوط. بينما الموقع الثاني موقع كان شغال بالفعل، كان بيجي له 0 ليدز. على الرغم من كده عدنا تصميمه بشكل كبير، عملنا له كالكوليتد ريسك، ايه الحاجات اللي هنشيلها، ايه الحاجات اللي هنخليها، واللي هنخليها نعملها بأنهي طريقه. بنينا سي ار او حقيقي بيقدم الفاليو بروبوزيشن بشكل واضح، في سي تي ايز او كول تو اكشن مبنيه على الفانل ومكان اليوزر في الفانل. بنينا تراست سيجنالز في اماكنها الصحيحه، عملنا ريفيو سيستم منظم وتابعنا التنفيذ خطوه بخطوه مع المبرمج، وكان في تعاون مع الانترنال تيم، والنتيجه كان افضل من المتوقع الحمد لله. يعني التارجت السنوي اتحقق في اول شهر بعد اللونش. وده يقول لنا ان الاسيو استراتيجي مش حلقات منفصله، وانما سلسله مترابطه. لو حلقه واحده اتكسرت، خاصه لو الحلقه اللي بتحول الزائر من زائر عادي الى عميل، فالسلسله كلها فقدت القيمه منها. الترافيك بدون سي ار او كونفرجن ريت اوبتمايزيشن هو ارقام في داشبورد او في جوجل سيرش كونسول، بينما الترافيك الحقيقي مع سي ار او قوي بيؤدي الى جراث حقيقي. والسؤال هنا ليك، هل انت بتقيس شغلك على عدد الزوار ولا على عدد العملاء المؤهلين اللي فعلا اشتروا؟ شاركنا رايك في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.